وين كمان كان جبت رشيد الاخبار اللي كاين دابا ان راه يجودي كيتفاوض مع المكتب الضربي. واش غنقول انا على يجودي مدرب كنحترمو صديق ديالي فهمتيني. ما نقدرش انا ندخل في هذه المسائل هذا كتحترم، ولكن انا كمدرب محترف غادي كابيناتنا كمدرب محترف كنحترم العقد ديالي حتى ل جوان شي ولكل حديث حديث ياك. حتى حاجه نجي انا بالنسبه لي في شي بقى اخرى ما كاين لا انا بالنسبه لي كاين فروق في التصديق تقول لي لا كاين سيسر ما كاينش شي حاجه لا رسميه موقعه لا ما كاينش توقيع. كاين فروق مستطيله نقول لك منها مرشح للوداد مرشح للجيش مرشح للرجاء البيضاوي ولكن مرشح حتى للمغرب الفاتح. فهمتيني ها الشروط واضحه وراد قال الاخوان راه داروها في هذا. الشرط الاول تعزيز الفريق بلاعبين على واحد المستوى عالي لان كاين بعض اللاعبين اللي يمكن ما بقاش عندهم مكان ديالهم في المغرب الفاتح. ما نقدرش نقولهم دابا ما نقدرش نقولها هاد اللاعبين خمسه اللاعبين يكون على واحد المستوى هذا. الشرط الاول ايجاد ملعب قار باش المغرب الفاتح يدرب فيه. ما بقيش نعاني نفس الامور اللي عانيتها هذه سنتين. ملعب فين ندرب ملعب اللي نقدر نزيد الجرعه التدريبيه. كنبغي نتمرن 8 الحصص يلا كتعطيني حصه ولا جوج في المركب 8 الحصص باش نعلي مستوى الفريق. الثالث بان تكون ميزانيه قاره معروفه باش اللاعبين ما يبقاوش كل شهر يبقى يسال الصالير ديالو ويبقى يشال المهم. ثالثا الوضعيه ديال المدرب خصها تكون وضعيه على واحد المستوى عالي لا من السكن ديالو ولا من الراتب ديالو. هادو هما الشروط اللي كاين واضحين. العلاقه ديال التوصي شويه ما بقاتش هي ديك مع المكتب لا الايام الاخيره. لا احترام مع كل هذا غير هو ملي كنكونوا كنتناقشوا كنكونوا مختلفين في المسائل ولكن كاين احترام مع السيد الرئيس احترام مع كل النواب الرئيس احترام مع كل المسؤولين. الاجتماع اليوم لا ما ندعوش الاجتماع ما تيهمنيش الاجتماع. شكرا.